بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع محاضرتنا في هذه الساعة المباركة بيان سورة الغاشية. وسورة الغاشية هي مكية النزول، وهي في ترتيب الصور تعتبر هي 88 يعني 88 يعني رقم 88 من حيث الصورة. هذا الرقم اللي كنقولوا دائما، احنا كنقولوا 88 54. هذا هو العد العربي القديم، حيت العرب ملي كيحسبوا ملي كنبداو بالعربي كنقولوا 54 في 54 و900. دائما انت كتبدا الرقم الصغير باش يبان لك الكبير. 71 في 71 و500. فبينما العد الغربي كيبداو من الفوق، يقولوا 1999. كتقول احنا ملي كنبغيو نحسبوا بالعد بلا كنقولوا 5654 مثلا، ياك؟ حنا الاصل خصك تقول 54 و5000 بحال هكا مثلا، و500 و5000. كنقولوا حفظ فلان من الحديث ما يزيد على 54 و500 و5000 بحال هكا. ديما العرب كيبداو من الرقم الصغير، علاش؟ حتى يسهل عليهم الكبير، ما كيتوضرش. اللي كيقول لي من الخيل 54 و400 و1000. الألف ملي كتولي 54 ذكرتيها كتولي 400، والألف ساهلة تقولها 1400. بينما ملي دائما ملي كتبدا بالعدد الكبير الصغير ديما ما كيتوضر لك. بحال ملي كتاخذ على سبيل المثال كتبغي تاخذ واحد الفوط، واحد الصوره للمجموعه، فين كدير القصار القدام والطوال اللور، ولا خلطتيهم الطويل ما يبانش في الصوره، ولا كاع كانوا مخلطين كتبرك الطوال الارض باش يبقاو القصار يبانوا. ديما كتقدم، ديما القصير خصو يكون لقدام باش الطويل اللي من وراه يبان. ففي الارقام الكبيره ديما خصها تكون اللور، بدا بالصغير باش يبان لك الكبير. ولذلك حنا كنقولوا في المغاربه كيعدوا دائما، بس كيقول لك 88 75، يقول 70 و5. لا، شوف العكس، غير ما كيكملوش. ملي كنبداو العدد كيكبر العدد كنبداو بالكبير، كيتوضر لنا الصغير. اذا هي في العد هي 88، هي الثامنه والثمانين. سوره الغاشيه هي مكيه النزول، وخاصة تتكلم على مواضيع مهمة رئيسية. رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يعني هل أتاك بمعنى قد أتاك. هل هنا بمعنى قد، وهي في القرآن كثيرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ معنى قد أتى على الإنسان حين من الشيء لم يكن. هل بمعنى قد. ملي كنقول هل لأن هي ليس استفهام، لأن الذي يتكلم هو الذي خلق الزمان والمكان. وحينما يوجه الكلام إلى خير الأنبياء يؤكد له أنه قد أتاك، يعني قد أتاك حديث الغاشية. يعني شفتي حديث الغاشية؟ حديث الغاشية يعني الكلام عنها وخبر الغاشية. والغاشية أشنا هي؟ هي الساعة، القيامة الغاشية، يعني يوم القيامة حينما تقوم الساعة. وإحنا عندنا الراجفة والرادفة.
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي قيام الساعة، والرادفة هي القيامة. يعني لما الساعة هو ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه كتسمى الراجفة. الرادفة ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن الرادفة اللي غادا تجي وثم نفخ في أخرى هي الغاشية. الغاشية لأنها تغشى القلوب يوم القيامة. فقالوا يا محمد أما سمعت بحديث الغاشية؟ وهذا استفهام تأكيدي لأنه يؤكد له أنه قد أتاك، ماشي كيسولوا باش يقول لي واش سمعتي، لا هو عنده حديث الغاشية. والحديث في لغة العرب عنده معاني كثيرة. الأحاديث يعني الأخبار اللي كتنشر، كيقولوا الناس فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، الناس كيتكلموا عليهم. حديث الركبان، قد صارت بأخبارها الركبان والأندلس، اللي قال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءت أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. والغاشية يعني ملي يخبرنا قيام تقوم الساعة وتتبعها الرادفة، وكأن هذه الدنيا تبين لنا دائما قيام الساعة، لأن أي ما إنسان مات قامت قيامته، وأي دولة سقطت وانهارت قامت قيامتها. الأطلال كيبقى ورا الأطلال. الأندلس يوم أن كانت الأندلس أندلسا هذاك الوقت كانت، لكن حينما غلب عليها وتفرق أهلها في الأمصار وتشتتوا وأصبحوا أخبارا تسير بها الركبان لم يبقى منها شيء، لما تمت الأندلس انتقصت نزلت فأصبحت حديث الناس، لم يبقى فيها. صافي في القرن السادس عشر نهار ما تبقى من الأندلس كان قد بقي من ذلك شريط غرناطة، هو الأخر اللي في باب الأحمر، فباعوها وهربوا ولم يبقى من ذلك شيء، بل بقيت كذبة أبريل. كنسموها اللي كتسمعوا كذبة أبريل ديما كيقولوها الناس، ما عرفوش السبب ديالها. السبب لأن الصليبيين في ذاك الوقت ملي قالوا للناس قبل ما بدات محاكم التفتيش، وملي بغى يمشي للبلاد وبغاو يشوفوا شكون اللي باقي على الإسلام يمشي للعدوى، نقرب حدا العدوى باش نقلوه بالسفن، نجيبوا السفن ونديوه اللي بغى يمشي للمغرب ولا تونس ولا هذا نوصلوه. فين ما بغيتوا تمشيو حنا معاكم، الجزائر تونس، وغالبا كانوا يجيو للمغرب اكثر. فالذين هم بغوا يعزلوا شكون اللي باقي مسلم، لانهم كانوا بغوا يحيدوا الاسلام من قلوب الناس. فمشى عدد كبير يزيد على 100,000 كبار صغار وقفوا عند الشاطئ باش ينقلوهم، ظنا منهم ان الصليبيين سينقلونهم للجهه الثانيه. فما كان منهم، هو ذا كان في ابريل كذبوا عليهم، ارسلوا الجنود المدججين بالسلاح وقتلوهم عند بكرة ابيهم، ما خلوا حتى واحد. هذه من تما كنقولوا كذبه ابريل لان كذبوا عليهم، قال لهم غادي تمشوا ما مشاو. واذا هما كذبوها مره واحده، احنا كنكذبوا دائما. قالك لما ابتكر الغرب كذبه ابريل غدا عمرنا كله ابريل، نعمر ديالنا ولا كله ابريل، لو كذبوا هم كذبوها وصافي ما بقاوش كيعاودوا باش ما تحسبش عليهم دائما. احنا خلينا عمرنا كله ابريل، كنقولوا كذبه ابريل وما عرفناش اشنو السبب. وهذه كتسمى قامت قيامه الاندلس، لان ملي انتهت راها
وكأننا نعتبر. شوف سيدي ربي ملي كيبغي يذكرك بالقيامة ويذكرك باليوم الآخر كيذكرك بالحياة، كدوز على شي قوم كانوا هنا وما بقاوش، الأطلال، كتبقى تشوف غير الأطلال. وسيدي ربي بين لنا في القرآن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. دائما كتجيك نماذج على شبه يوم القيامة، كتمر على أماكن مهجورة كتعرف أنه كذلك الخروج. سيدي ربي هنا قال لنا هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك حديث الغاشية، وغيورينا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كاين الإنسان اللي كتلقاه كيضرب تمر في شي حاجة هو خطأ وما يبغاش يصوب الخطأ. وقد مر عمر رضي الله عنه براهب في صومعته يتعبد ويبكي، فلما رآه عمر بكى حتى ابتلت لحيته، فقال ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال يبكيني هذا الرجل الراهب. وتذكرت قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هو كيعمل كل شيء ولكنه ماشي على الدين صحيح. إذن وجوه، ولاش قال وجوه؟ لأن الخشوع والفرح واليأس والبكاء يظهر على الوجه لا يظهر على الجسد. بالنسبة لك لا ضركتي لوجه الإنسان، شفتي غير الجسد ديالو لتحت، واش تعرف أنه حزين ولا أنه فرحان؟ ما يبان عليه حتى شي حاجة. يعني أي مخلوق شوف من الجسد لتحت والصدر دايز لا مش في لا تستطيع أن تحكم عليه إلا من تعابير وجهه، ولا تستطيع أن تعرف ما بداخله إلا إذا تكلم لأعرفك. المرء تحت لسانه. إذا سيدي ربي مشى الوجوه مباشرة، لأن الوجه يجمع الحواس المهمة، فترى العينان والأذنان والفم، تعرف من عينيه شيء وتعرف من تعابير وجهه قد تفهم شيء. أما إذا تكلم قضي الأمر، انتهى الأمر، يعبر على ما في داخله. فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هالدنيا هذه كل شيء كيجري، واحد غادي يجري لهذا الشيء وواحد يعني خاشع، إما في دنيا يصيبها، عامل لمال يجمعه، ناصب يعني تعبان يتعب كيستعد، تصلى نارا حامية. وهذا كيشهد له قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا هو كيبان كيجري ولكن تقلب اش كيدير ما كاينش، يخيل إليه أنه على الحق، لكن ملي كيكون العمل ديالو خالي من الإخلاص ومن الصواب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الله ما كيقبلش من المخلوق العمل حتى يجمع بين الإخلاص والصواب. الإخلاص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جاء به خير الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وأصحابه والتابعون وتابع التابع وهكذا. إذن لأن هذا العلم أخذ بالوراثة،
الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء، وهكذا دواليك. إذا أخذت وتعلمت وأخذت من الصحيح تكون على الحق، ما في ذلك الشك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حتى اللي يبغى يدعي الله خص يكون على بصيرة، حتى ما يوقعش في شي حاجة. ملي قال سيدي ربي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كيعمل لكن تصلى نارا حامية. غنجيو مسألة أخرى، غنقولوا أكل مال اليتيم. لا، كاين اللي كياكل مال اليتيم وكتلقى كيعبد وما كيتحيدش من الحج العمرة غادي جاي، إذا ما خاشعة ناصبة. لكن لاش قال تصلى نارا حامية؟ يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا غير في الانتظار، وسيصلون سعيرا. إذا هذا النوع خاشعة عاملة ناصبة، لكن تصلى نارا حامية إذا لم يتوب. وظلم العباد يتمادى ويتلذذ بظلم العباد، وتجده في الصف الأول في المسجد بعد منهم، والعمرة هو أول واحد كيمشي في 5 نجوم، أعلى الدرجات هو فيها، لا من حيث الطائرة ولا من حيث السكن ولا. ومع ذلك ملي تجي تلقاه كتلقاه واحد اخر ماشي هو هذاك في ظلم العباد. كان اللي كيهرب على الخدامه ما يخلصهمش ويمشي للعمره، وخليهم يتسناو يفوت العيد وكيعيدوا ما يلقاوش مساكن باش. وكتلقاه كيبكي الا شداتو الكاميرا في مكه، كتلقى الدموع ديالو وصلوا له كيبكي، وتقول مسكين الله يجعلنا منه، والله ينجيك من هذاك. عمرك ما تشوف شي واحد كيبكي تقول بغينا بحال هذاك، لا ابدا. لا، علاش؟ لو شو نقول يا فلان اللي كيدعي لا تنسانا من صالح دعائك. كاين اللي هربان ان شاء الله عمره، هربان على الناس ما خلصهمش. كاين اللي واكل امال اليتيم، كاين اللي كاين وكاين. راه الله اللي مطالع على الاسرار. فهاد الناس هادو كتحق فيهم الايه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. كاين اللي كيبكي وكيضر جارو، لا يزال جبريل يوصي على الجار حتى ظننت انه سيورثه. جبريل كيوصي على الجار حتى ظن انه غادي وقيلا غادي يورث معاه. والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب يا ابني. شوف الجار، اذا حسن الجوار من اهم الامور. اذا كان يسيء الى جيرانه ويضرهم يتضررون منه ومع ذلك هم يصبرون، وهو يؤذيهم ويتلذذ بإيذائهم، هذا النوع هذا، وفرحان وكيقول الناس راه درت ليهم وما وغادي تلقاه هو الاول في العمره وفي الحج مع الاسف. هذا النوع هذا ان لم يتوبوا فهم خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إذا الإنسان خصو يعرف أن الإنسان كي يكون في الدنيا كتلقاه في أماكن الخير هو الأول، لكنه إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله اش كدير وانت راك تعبد أخذته العزة بالإثم. الشيء المصيبة هنا فين كاين، والجواب ديالها فمأواه جهنم بالخف مباشرة. فهنا فاش كانت الصورة كتبين لنا، قال لنا هل أتاك حديث الغاشية التي تغشى القلوب وتغشى الأجساد، وجوه يومئذ خاشعة في هذه الدنيا، أي كانت خاشعة عاملة كدير العمل عاصبة. ملي كيجيب ذاك الشيء كامل ديالو. وهنا كيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أتدرون من المفلس؟ شكون هو المفلس؟ المفلس باللغة ديالنا هو المزلوط اللي ما عنده والو. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من أمتي، وقال من أمتي اسمها مزيان باش من الناس اخرين، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام ويأتي وقد أكل مال هذا وشتم هذا وأخذ
فإذا جاء يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شفتي؟ إذا خاشعة عاملة ناصبة وما تصلى نارا حامية. هنا في مربط الفرس، هنا خصنا نعرفه. كاين اللي هو ناس وانت كتاخذ السيئات ديالو بلسانك وكتعطيه تهدي ليه الحسنات. الا قال لي جماعتي كتعطيها ليه. هو ناس وانت كتعاير فيه، فلان فيه فلان كذا، يقدر يكون ما يسواش، ولكن انت كتبدا ولكن ضار نفسه، ولا مصلحة لك في إيذائه ونشر أخباره، ما عندك مصلحة. لأن العلماء حتى قالوا أن الإنسان الذي يؤذي الناس وداك الشيء اللي كيدير غادي يأثر في الناس وكذا، هذا نعم تنصحه وتخبر عنه. إلا عرفتي غادي يضر المجتمع هذا تنصحوه، هذه إلا ما قدرتش تبلغ عليه لأن هذا عمل وغادي يضر المجتمع. وأنت هنا كتسعى للصالح العام. لكن إذا كان العمل ديالو كان عمله بينه وبين ربه ما كيضر حد، فما المصلحة من أن تتكلم فيه؟ هو مؤمن مع ذلك هو مؤمن، علاش المصلحة؟ إذا هنا غتدخل في قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك لهم عذاب أليم. ها أنت وليتي أنت اللي واخد العذاب. إلا عنده هو 1% أنت عندك 99% ديال الإثم، لأن دار شي حاجة مستور وأنت نشرتيها فضحتي درتي ليه إعلان. أنت كدير الإعلان بلا فلوس، كتخلص بالسيئات. الناس كيديروا إعلانات كيتخلصوا يشدوا فيها فلوس، أنت كدير إعلان على واحد باش تضره وأنت اللي كتخلص، كدير إعلان ومخلص عليه. إلا شي واحد قال لك أجي دير لي واحد الإشهار وخلصني، تقول لي تسطيتي واش أنت مسطي؟ إلا بغيت ندير شي إشهار عليك وندير لك شي إعلانات بيبليسيتي راه فيها فلوس، كنت غدير لي إعلان غتقول لي ما هذا فيه وفيه ما مزيانش وكذا كذا. إذا باش غتخلص؟ غتخلص حسنات وتاخذ السيئات ديالو، كتقل على راسك. وذلكم هو المفلس اللي قلنا، وهذا هما اللي قال فيهم الله تعالى في الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. كيدوي في عباد الله وتلقاه خاشع وكيمشي يصلي ويعبد الله وأي حاجة ديال الخير خاصة كيسبق ليها من العمل اللازم من حج وعمرة ويصوم الاثنين والخميس، ولكنه يؤذي غيره بلسانه. واللسان كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والنميمة والغيبة في الناس تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شوف المصيبة، ثم تحرق صاحبها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الخشوع فيما يقوم به، وعاملة لا كيعمل وناصب يعني وكيتعب على داكشي اللي كيدير، ماشي سهل. تصلى نارا حامية. أنا عرفنا السبب علاش. تسقى من عين نانية. الآن هو منتهى الغليان في النار، كقوله تعالى في جهة أخرى: من حميم آن. حميم لكن آن في منتهى الغليان، عين آنية. لكن ليس لهم طعام إلا من ضارع. حيتاش كان كياكل في الدنيا كياكلوا في الآخرة قدام الله. هو الشوك كياكلوا يوم القيامة، الشوك. هاد الناس اللي كيضروا عباد الله لا يسمن ولا يغني من جوع، بغى ياكل لأن الجوع اللي عنده تما بلا قياس. مع كل ما زاد، لأن الفرق بين الجنة وبين النار والعياذ بالله، في النار أهل النار كياكلوا بزاف، ولكن كلما أكلوا ازداد جوعهم، كيزيد الجوع أكثر، بحال كيزيد يجوع. تذهب الشبع، ما كيبقاش ما عمرو سمع الشبع، كياكل ولا يسمن ولا يغني من جوع، وكيزيد يكون هازيل أكثر ويجوع أكثر. ليس للضار إلا من ضار، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة. قالك واش هاد الوجوه اللي كنشوفوها هنا بحال هذه اللي غنشوفوها دابا؟ الذين تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم
تقدر تشوفها في الدنيا قبل الآخرة هنا نيت. كاين دابا اللي كتشوف النعيم في وجهه غير هنا، كتلقى واحد الوجه عنده سمح، ومع أول مجرد ما تلقي نظرتك عليه كترتاح، كيكون القلب ديالو وجهه يترجم على ما في قلبه. والثاني هذوك الوجوه الاخرين كتلقاه في الدنيا لان قلبه يحمل الحقد والحسد والبغضاء، فتجد ذلك على وجهه، وجهه كيبين كل شيء. يعني مسفرة وجوه عليها غبرة ترهقها قترة في الدنيا، وتلقى أن لسانه يترجم على ما في القلب، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هنا لا، قال لك هنا شوف العكس 180. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. قال هذه الوجوه الأخرى عليها تشوف فيها نظرة الناعم، ناعمة لسعيها راضية، داكشي اللي غدا ليه راضية به، كما كانت راضية في الدنيا. كانت في الدنيا نفس الشيء راضية، لأن اللي كان راضي في الدنيا يكون راضي في الآخرة، الجزاء من جنس العمل. يكون في الدنيا قنوعا بشوشا سمحا إن باع، سمح إذا اشترى، يعني دائما الناس معاه ما كيتضروش. طيب القلب سخي اليد، كتلقى كل شيء الدنيا دايرها في يديه والدين في قلبه، بعكس الوجوه الأخرى الدنيا في قلبه والدين في يده، يقدر يتخلى عليه على والو. نقل لك هذه الوجوه، لا، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضي. فين كاينين هذو؟ قال لك في جنة عالية. شوف الترتيب، لا تسمع فيها لاغية، وقرئت لا تسمع فيها لاغية ولا تسمع فيها لاغية، خير بين حفص وورش. لا تسمع فيها ولا تسمع فيها لاغية، بمعنى ما فيهاش شي حاجة تصدعك في ودنيك، لأن الجنة فيها الغناء، فيها الموسيقى، فيها أصوات جميلة، كتسمع حاجة غريبة في الجنة. وعلاش قال لك فيها ما لا عين رأت في الحديث ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة ما لا عين رأت، كاع اللي فكرتي فيه في الدنيا غادي يكون تما فوقه. أي حاجة فكرتي فيها، شي صورة أكثر منها ما لا عين رأت، لأن هذا الشيء في الدنيا ما غاديش لا ترى منه شيء. يعني أبسط ما في الجنة أكبر مما في الدنيا مرارا آلاف المرات من نعيم. فيها عين، قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الصوت حاجة أخرى فيها، إذا الأصوات اللي موجودة تما يطيب لها القلب والوجدان، حاجة يعني لم تخطر على قلب بشر. فيها عين، فيها لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. علاش مباشرة في الجنة كيجيب لك العيون؟ علاش فيها عين جارية؟ علاش دائما الماء كيجي في الجنة مباشرة؟ تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار. ديما فيما تكلم عن الجنة كيقول تجري، لأنه كان يخاطب العربي الذي يعيش في الصحراء. كان أرقى ما يفكر فيه العربي هو الماء، إلى عنده الماء عنده كل شيء. وكانت الحروب يومئذ تقوم على المياه، على الماء، ماء ذي قار، ماء كذا، ماء. كان اللي عنده الماء عنده كل شيء، في ترعى فيه إبله وغنمه فالله تعالى دائما اللي كيتكلم عن الجنة كيجبد الماء. قال فيها عين جارية. لكن ملي كيقول العين، احنا ملي كنقول العين جارية، العين ديال الجنة ماشي هي العين ديال الدنيا. كلما أردت أن تشرب منها كتشرب بلذة ومذاق آخر يختلف، يعني كل شربة فيها كتختلف. وفي صورة أخرى قال لك يفجرونها تفجيرا. هذيك العين
تقدر دير يديك وتخرج منها بحال النافوره في وسط من يديك تشرب، ما تزاحمش. قالك فيها عين جاريه. علاش جاب هاد العين الجاريه؟ ما خصو يقول عيون، قالك علاش العين؟ حيت هذه لهذا النوع من الناس هذه درجه معينه خاصه. انت اليوم الا بغيتي درجه اولى في الدنيا كتصرف، كتطلق الفلوس. حيت كما قال واحد السيد الله يذكر، قال لك الفلوس ما يكذبوش. زيد الماء زيد الدقيق، كل ما زدتي شويه كيكون عندك احسن. الفلوس ما يكذبوش، كيكذبوا في حاجه وحده، يكذبوا عليك في الموت، ولا جا شي مرض خطير ليس له دواء ما عنده ما يدير لك الفلوس، المال ما عنده ما يدير لك، كيكذبوا عليك غير هنا يخونوا. اما في الدنيا اللي بغيت تشري وبغيت تمتع وبغيت تركب بغيتي كذا، كل ما زدتي كترتاح، عندك رزقك وسكنتي مزيان راك كترتاح مزيان، كتختار الموقع في المكان وكتسكن مزيان ودير كل شيء خدم. الفلوس ما يكذبوش عليك. عندك وبغيتي تركب كتركب مزيان. الا طلقتي الفلوس وشريتي السياره الكبيره الغاليه ومشيتي لاي بلاد كتمشي بحال بارك في الدار، ما واقع. واخا تسافر 500 كيلومتر كتنزل عادي، ما واقع والو، ما عندكش هنا. حتى كتمشي لهذا وتمشي مرتاح كونفور، كل شيء ثقيل، كل شيء عندك. ثلاجه كل يعني كل شيء عندك قدامك، ما عندكش بحال جالس. ولا كنتي على شي قصديره كتلحق بحال واكل العصا، كتنزل تما تلحق ما فيك ما يتشاف. هادشي الا ما سخط لك في الطريق وغادي داو الدجاج ما يبغيش يطلع، وفين ما زدتي يوقفوك تعالى لان مشكوك فيك من حالتك، اذا اللهم تمشي في التران ولا في الكاركا وتهنى. كاين اللي كينزل من شي طوموبيل مسافر بحال يلاه خرج من الحبس واكل العصا، تقول بناقص كاع ما عنده ما يمشي يدير شي قلب. هذا كتسمى متعته، هذا فعذاب، هذا متعته وعذاب. كيبغي يتمتع كيولي معذب، اللهم يبارك الارض. حيت الشي من الشي نزاهه، والشي من قلت الشي سفاهه. دابا كاين اللي يدوز عليك بواحد السياره غادي طاير وانت غادي بطوموبيل كيطير لك الطربوش من فوق راسك، عندك الجهد باش غادي، ولا التفافه حتى تبغي تطيح تولي شاده الديريكسيون تبغي تقلب. الفلوس ما يكذبوش، لا طلقتي راه تركب مزيان. وكاين اللي عنده رزقه وما بغاش يتمتع، كتلقى عنده مضاد مع دوك الفقراء اللي ما عندهم حتى ريال. تلقى عنده رزقه والخير موجود، وتلقى غادي شاري شي قصديره حتى هو وغادي دايزه في صدقه، تشوفو تقول ليه اش خاصك. عنده رزقه، هذا هو اللي سقع. خلينا اللي ما عندوش الغالب الله، ولكن هذاك اللي عنده رزقه وخازنه غادي كيتعاند مع دوك اللي ما عندهمش، تلقاه حتى هو واقف يتزاحم. هذا اللي طرات لي سره حيت عنده رزقه. هذا حاضي خزينه، حاضي العباد الله تي يطيح ويموت ولا يتقلب بهذيك القصديره ويجي لي يدي كل شيء يتمتع به. اذا احنا ملي كنرجعوا كنقولوا النعيم درجه اولى، غنرجعوا للدرجه الاولى اللي قلنا. الا عندك رزقك في الدنيا تمتع، اركب السياره الجديده واركب في الطائره بدرجه اولى وسكن متع. علاش؟ الله تعالى يريد ان يرى اثر نعمته على عبده، اثر نعمته كيبغي يشوف الناس. ولكن احسن كما احسن الله اليك، يكون كريم باش الله تعالى يزيده. فسيدي ربي هنا ملي رجعنا للسؤال اش قال؟ فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه. اذا الاعرابي اللي نزلت هذه الايه واش تفكروا انتم غادي امن بها غير هكاك؟ ملي قال له فيها سرر مرفوعه مزيان واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه، هذه الامثله اللي عطى سيدي ربي راه كيشوفها الاعرابي في هذاك الوقت كيعرفها. ملي قال السرر مرفوعه لان السرير، العرب ما كانش عندهم سرير مرفوع، كاين ناس في الارض بقى كيتعجب كيفاش هاد السرور مرفوعه، السرير كطلع عليه وكيطلع يمشي. ونمارق مصفوفه،
النمارق جمع نمرقه، هي ديك الزريبيات الصغار. النمرقه شنو النمارق؟ هو بحال داك الطابي روج اللي كيديروك ملي كيبغي يجي شي مسؤول كيلوحوا قدام جاي داخل المطار من الطائره ولا من السياره، هذه نمارق ولا وحده قطن، جمع نمرقه وحده ديالها. وزرابي مبثوثه. مزيان. الاعرابي بدا كيفكر، اللي نزل القران في ذاك الوقت كيفكر سور مرفوعه. قال لي والله بدا يعطيه امثله. قال لماذا تستغرب ايها الاعرابي ذاك الوقت؟ السرير قال كيف السرير تطلع عليه ويطلع ويرفعك؟ قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ اذا الجمل ملي كينزل كيبرك تطلع ويهزك. ها وملي قال ونمارق مصفوفه قال والى الجبال كيف نصبت؟ لان كيمشي فوق الجبال. شوف نمارق صوف. وملي قال وزرابي مبثوثه، اي الزربيه على حد الشوف في الجنه، يعني ما كاينش الحد ديالها الزرابي. قال والى الارض كيف سطحت. هو جاب لي مثال باش يقرب لي المثال ديال فرش المرفوعه. قال لي الابل كيف خلقت. الاعرابي ملي قال لك انا غنبرك فوق السرير السور المرفوعه غادي يطلع، قال لي راه الجمل ملي كتبغي كتركب فوق منه وكيوقف. مزال يعني. ونمارق مصفوفه غاده في الهواء كتمشي فوق منها. قالوا الى الجبال كيف نصبت، كتمشي فوق الجبل. قال وزرابي مبثوثه. قال نفس الشيء. والى الارض كيف سطحت. هذا معنى في الاول اش قال؟ افلا ينظرون الى الابل كيف. قال ونمارق زرابي ونمارق. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اذا سيدي ربي عطى امثله للاعراب في ذاك الوقت اللي كيعيشوا في الصحراء، اللي كاين شي امور ما كتوصلش للمخيله ديالهم، ما عمرهم تخيلوها الا كيسمعوا بها عند الروم والفرس. السرور المرفوعه. ولكنهم قرب القران له اليهم هذه الامور. دابا كنتكلموا حنا على وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه. ما قالش في عين تجري، عين جاريه به ولا بلا به دائما. فيها سرر مرفوعه جمع سرير. ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوث افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. جاب لهم امثله يقرب لهم. والى السماء والى الجبال كيف نصبت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. تسطيح الارض هنا نوقفوا واحد الوقفه. كاين ناس اللي كيقولوا بعدم كرويه الارض، كيقول الارض راه مسطحه. الى الارض كيف سطحت يتكلم معك انت ايها الانسان الصغير البطيء الحركه. ملي قال لك الارض سطحت راه قدامك انت كتشوف حد الشوف كيبان لك مقاده، لكن كلما ارتفعت بعلمك بطائره بصاروخ عند ذلك تدرك كرويه الارض التي قال بها المسلمون قبل 1000 عام. والارض كوريه عما السماء بها، قالوا بها قبل. ماشي سطحت انها مقاده وعندها الاطراف، هذا كلام خاوي. لان هي الارض كنوزنوها بالقطر، اي حاجه دائريه كنوزنوها بالاقطار ماشي بالطول والعرض. الكره كتقول القطر ديالها. اي شكل دائري كيكون عندنا العبار بالقطر ماشي بالطول والعرض، لان الكره دابا اللي كنلعبوا بها ما فيها لا طول لا عرض، فيها القطر. القطر غيوري اما بيضاويه الشكل او كرويه الشكل. سيدي ربي ملي بغى يتكلم عن الارض قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اي من اقطار السماوات واقطار الارض، لان الكون كله كروي او بيضاوي، فعبر عليه بالقطر بالاقطار. وهذا لا يليق ان يكون الا على الاشياء الكرويه او البيضاويه. هذا هو السر. ولذا قال
سطحت وإلى الأرض كيف فذكر إنما أنت مذكر. هنا كنوقفوا واحد الوقفة على أن ذكر أن المتكلم الأستاذ المعلم المربي إنما هو يذكر، لست عليهم بمسيطر. حينما تريد أن تبلغ بشيء إلى قلب أحد فأنت من باب التذكير، لست بمسيطر على الناس. بغيت توصل شي حاجة كتوصلها بالذكرى. ذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يسرناه للذكر، فالمدكر أي متعظ. سيدي ربي هنا من يتكلم على الوجوه السيئة والوجوه الطيبة الناعمة، وذكر العذاب للوجوه السيئة وذكر النعيم للوجوه الخيرة الطيبة. وبالطبع أن هذه النوعية ديال الناس كتكون في الدنيا نفس الشيء. كتلقى الإنسان البائس الذي يسعى إلى الشر وتلقى في داخله غير مرتاح. اللي كيضر الناس ما عمره يكون مرتاح، واللي كينفع الناس دائما مرتاح. لا يجد راحته إلا في منفعة الغير، والعكس صحيح. في من لا يجد راحته إلا في إتعاب الناس، وهذا يجد تعاسة أكثر. غير كيتعاس عنده واحد ما يسمى بالصراع الذاتي لداخل كيلوم نفسه. إذن هذا شيء وذاك شيء. فإذا هذه الوجوه الطيبة اللي ذكرها الله تبارك وختم بها، يعني ختم سورة الغاشية بالخير وختمها في الآخر بالذكرى. من قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، هي سعيها راضية في الدنيا وناعمة حتى في الدنيا، في جنة عالية. وهذه الوجوه الناعمة كانت في الدنيا دائما تسعى إلى المعالي، والذي يسعى إلى المعالي في هذه الدنيا دائما يسهر الليالي، لا في دنيا ولا في أخرى في آخرته. تجده في عمل الآخرة يبيتون ربهم سجدا وقياما، وتجده في الدنيا ينال الدرجات العليا في الدراسة، ديما كيقلب باش تكون أحسن. وحال المؤمن يقول اجعلنا للمتقين إماما، كيبغي دائما يكون هو القدام في أي حاجة، يكون هو ينال الدرجات العلى في الخير، في العمل ديال الخير يسارعون في الخيرات. هذا هو المؤمن. إذ الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذو من النوع ديال الناس اللي قال فيهم الله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضي في جنة عالية. كان يقلب على العلو في الدنيا، هو كان لا تسمع فيها لاغية. الراحة، شي واحد كيبغي دابا في الدنيا كيبغي يمشي لشي بادية وشي راحة ما يسمعش صوت شي حاجة. ولذلك علاش سيدي ربي دائما كيجيب، نعوذ مرة أخرى شوفة أخرى، خرير الماء ملي كتسمعوا يرتاح له الجسم، يحيي فيه أشياء، يحيي فيك السكينة والراحة والطمأنينة والخضوع والخشوع. خرير الماء، شوف ملي كتكون الشتا كتصب وانت متكي وكتسمع الصوت ديالها كتجيب لك الراحة وتطمئن القلوب وتعيد التفكير في أشياء كثيرة. لأن الماء إذا نزل من السماء يثبت به الأقدام ويطهر القلوب من الحقد والحسد وبزاف د الحوايج كيعيد حساباته فيها. هنا لاش سيدي ربي قال لا تسمع، ما بغيتيش غير الراحة والماء، وهذا كاين شي راحة أكثر من هذا الشيء، لأن يحيي في داخلك خرير الماء ما لا تفكر فيه أبدا. شي أشياء ما كتفكرش فيها كتجي هذيك الساعة. حتى الأفكار دابا الآن الفنانات التشكيليين والناس اللي كيبغيو يطلعوا بشي حاجة جديدة للأمة كيمشيو يسمعوا الماء، الخرير ديال الماء. والرسام كتلقاه في شي مكان فيه واحد الراحة
ولذلك تجد أن علماء الأندلس متى أبدعوا؟ أبدعوا لما كانوا في الأندلس، ولم يبدعوا لما كانوا في الصحراء. لما دخلوا الأندلس فكروا في كروية الأرض، فكروا في الاقتصاد، في العمران، في الحساب، في الجبر، فكروا في علم الفلك، علوم الأرض، الطب، الفلسفة، كل العلوم فكر فيها العلماء، لأن الأندلس كانت تساعد على هذا، بما في ذلك الشلالات وخرير الماء واللون والأخضر والخضرة، أشياء كثيرة، والتربة، أشياء كثيرة خلتهم يزيدوا القدام. ما أبدع المسلمون إلا في الأندلس. وما خبر مسجد قرطبة عنكم ببعيد. جميع العلوم كانت تخرج من جامع قرطبة الذي أسسه بنو أمية بعد عبد الرحمن الداخل. إذا هنا فين كانت جميع العلوم تدرس في المكان. إذا احنا ملي كنرجعوا كنقولوا فيها عين جارية، علاش مباشرة؟ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب كيقصد بها جمع كوب، فيها من ما لذ وطاب من الشراب. يعني الكأس في الجنة ملي كتشرب تريد أن تعيد، تجد لذة وطعما يختلف عن سابقه، حاجة أخرى. كل شربة فيها حاجة أخرى. قد علم كل أناس مشربهم، كل حاجة كتختلف عن الأخرى. من هنا سيدي ربي من اللي قال لنا فيها عين جارية، يعني لا تسمعوا فيها لاغية، فيها عين جارية. إذن الماء ذكره الله في الجنة مع كل نعمة. فين ما ذكر شي نعمة كيذكر الماء فيها. ولذلك ربنا لما ذكر هذه الأمور كلها اش قال لنبي؟ قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لأن الإنسان ملي كيتناقش مع شي حد لا ينظر إلى الذي أمامه أنه دونه، أن كلامي اللي كنتكلم هو الصحيح وكلام هذاك غلط وأنا صاحب الحق والناس لا. اعمل لأن تستفيد منه بنيتك قبل أن يستفيد منك. شوف اش عنده من دابا. احنا ملي كيتكلم شي إنسان وعنده شي فكر مستقبل شي ديما كننزلوا عليه، لا، خليه يتكلم وتسمع منه، ربما تأخذ منه أشياء قد جاهلتها ويأخذ منك. لا تتكلم على أنك أنت ملك هو شيطان. هذه المصيبة اللي كتخلينا احنا معطلين. تجد أن المتناظرين واحد في مناظرة كل واحد كيشوف الآخر شيطان وهو اللي ملحق، بينما حينما يكون اعتقادك في الكلام من منطلق أن خصمك على صواب معه بعض الخطأ، وأن كلامك خطأ معه بعض الصواب، هنا كتلاقاو. لأن الخلاف بينكما لا يفسد ودا، ثم أصدقاء، لكن كتناقشوا في شي مسألة باش توصلوا للنتيجة. ما خصكش تعصب على الفكر ديالو، هو ما يعرفش انت زعما مول الحق وهو مول الباطل، لا ابدا. هذه اللي خلات الناس اللور ما كيزيدوش القدام. دائما الناس تبحث عن الحقيقة والحق، وأن تعطي حرية التعبير للمخلوق المتكلم أمامك. على سيدي ربي هنا قال ذكر إنما أنت مذكر. هذا يقولها لنبينا صلى الله عليه وسلم خير الأمة. لست وكيتكلم عن الناس المشركين في ذاك الوقت اللي كانوا يعبدون الأصنام ويسجدون للأصنام التي يصنعونها بأيديهم من الحجارة والأوتان التي من الخشب كانوا كيسجدوا لها. فقال له ومع ذلك ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إلا اللي تولى وكفر بما تقول هذا مردهم إلى الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر. العذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني قال إن علينا إيابهم، كاين الذهاب والإياب، إذا كأن هذه الأرض غير جاوا ليها. وما علينا، علاش قال الرجوع؟ لأنهم جاوا من جهة أخرى، حيث المخلوقات في هذه الأرض إنما هي أرواح غريبة في أجسام متناسبة مع الأرض. إذن الروح كائنات فضائية، الأرواح اللي فينا احنا هي كائنات فضائية ألفنا بها هذه الأرض مع هذا الجسد اللي داخل في هذا الروح. فالجسد يستفيد من الأرض، من نعمها ليألفها، والروح تستفيد من السماء، من العلو. فكلما كانت الروح متعلقة بخالقها وصانعها، كلما نظر إلى هذه الدنيا نظرة هوان. يعني الدنيا مهما كانت فهي دنيا ليست عليا. والحياة حياتان، حياة دنيا وحياة عليا. دنيا دون المستوى المطلوب. حياة الدنيا جاءت من الدنو، فيميل إلى الجسد أكثر منه الروح، والروح تسمو إلى الأعلى. فإذا انتهت مدة هذه الروح لمفارقة الجسد يفترقان فراقا لا رجعة فيه، فكل يعود إلى مكانه. فينزل الجسد إلى التراب لتأكل منه الأرض ما أكل منها هذا الجسد، وترتفع الروح إلى السماء إلى بارئها، إما في نعيم وإما في جحيم. وهذا معنى قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا يعني بحال جا ورجع، يعني واللي غادي تقول رديناه احنا اللي صيفطناه. علاش هنا قال إن إلينا إيابهم؟ الإياب غير الذهاب. إذن هذا الذي سيأوب سيرجع، إذن كان تم وجاء. ما قالش إن علينا إن إلينا يعني ذهاب، لا، إياب. هذا إياب يعني أن الروح جاءت من علي، من علو، وستؤوب ترجع إلى مكانها الذي جاءت منه. بل الجسد إنما هي بدلة فضائية دخلتها الروح لتقضي أمرا كان مفعولا. كلا لما يقضي ما أمره ثم ينتهي، فيعود الجسد إلى التراب لأنه منه وابن التراب. يا ابن التراب أقصر فإنك مأكول ومشروب. فإذا الأرض صلتها بالجسد، قول الشاعر وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. كتوكلك ملي تشبع كتشبعك وتردك تاكلك هي نيت تستافد منك. هذه الأرض بالنسبة للجسد. والروح تعود إلى، إذا من كان يغذي الروح فسيستفيد لأن ستعود إلى بارئها، ومن كان همه يغذي الجسد فالجسد يعود إلى التراب وانتهى الأمر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا معنى قوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذن المرء يؤخذ منه كل شيء ثم يسأل عن كل شيء ويتحاسب على كل شيء. يوم الحساب، يوم المراقبة، يوم الدقيق يدقق معك. الذي كان في الدنيا يغض الطرف ويتجاوز فإنه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن نوقش الحساب عذب. اللي كان شديد في أي حاجة مع المخلوقات كما تدين تدان. والجزاء بين يدي رب العالمين من جنس العمل في الدنيا.
الا كنتي كتحكر مع كل شيء راه غادي يحكروا معاك. كنتي ميسر الامور راه اللي اختار التيسير غتكون الامور ميسره.